السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة جرب واكتشف مع نوال. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. قبل ما نبدا الوصفة ديال اليوم كما ديما بغيت نرحب بلي زابوني جداد، مرحبا بكم معنا. ما تنساوش تبارطاجيو القناة مع الاهل والاحباب، هكا غتشجعوني اكثر. وشكرا بزاف على الثقة اللي وضعتوا فيا، يا ربي ديما نكون عند حسن الظن ديالكم. بغيت نشكر كذلك الناس اللي كتدعمني من البداية، شكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينة. والناس اللي كتزور القناة اول مرة ديروا دويرة في القناة، راه كاين بزاف الوصفات السهله المميزه الحصريه والناجحه. الى عجبكم المحتوى ما تنساوش تضغطوا على زر ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. اليوم جبت لكم طارت ديال عيد الميلاد او لا خطوبه او لا عرس على قد الحل. واحد الطارطه اللي كتجي رائعه، طارطه اللي تقدروا تكومونديوها من 600 حتى 700 درهم في لي باتيسري. غادي تحضروها في المنزل فقط ب 200 درهم. كتجي راقيه في الشكل. اللي ما عمرها حضرت الطارطه تبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، راه غادي تستافد معايا. غنشارك معكم جميع التقنيات وجميع الاسرار باش تنجح الطرطامه ديالكم. وكيديروا تقطعوا الطبقات بمواد اللي كتكون غير في البيت، يعني ما محتاجينش الماتيريال. كيديروا تزينوها وتحصلوا على هذه النتيجه الرائعه في المذاق. اكثر من رائعه بالطرطات اللي عجبوني بزاف في المذاق ديالهم وفي الشكل. راكم كتشوفوا الشكل ديالها. ما غنطولش عليكم اكثر، غنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اذا اول حاجه غنبدا بها هي المولي كيك. انا درت هنايا 6 ديال البيضات صغارين، غديروا 5 ديال البيضات من الحجم الكبير، معاهم 2 كيسان ديال السكر حبيبات وواحد ساشي ديال الفاني وقبصه ملح. كنطرب مزيان حتى كنحصل على هذه النتيجه. عاد كنتوقف على التطراب. كنزيد عليهم كاس وربع ديال الزيت النباتيه وكاس وربع ديال الحليب اللي كنضيفهم بالتدريج، وكنخفض من سرعه الخلاط. بالنسبه للدقيق غادي نحتاجو تقريبا 4 الكيسان اللي ما عامرينش، ما يعادل 450 غرام. انا حيدت منهم 2 معالق ديال الدقيق وضفتهم ديال 2 معالق كبار ديال الكاكاو لان بغيتها بالمذاق ديال الشوكولا. وغنضيف عليهم 2 خمارات ونص ديال الخميره الكيماويه من فئه 7 او 8 غرام اللي توفرت ليكم صافي. وغنضيفهم على الخليط الاول، يعني على السوائل. هنا انا توقفت على التطراب، كنخلط غير بالخلاط اليدوي وغير بشويه باش ما نزلوش لابارات حتى كنحصلوا على هذه النتيجه. بالنسبه لكميه الدقيق هي هذه. انا المولد دهنته بالزيت وفرشت ليه ورق الطبخ باش هكا ما تلتصق ليش الكيك ديالي. غنوضع فيه داك الكيك، داك الخليط ديال الكيك، وندخلوا الفرن ساخن على درجه حراره 170 درجه ونخليها طيب على خاطرها ما تشعلوش عليها من الاعلى فقط من الاسفل. غير ديروا داك العود وتبان لكم انها نشفت من الداخل، غتطفيو عليها الفران وتخرجوها ديروها في البلاستيك الغذائي. حتى منين تبرد كنغلفوها بلاستيك الغذائي ونخليوه. بالنسبه للغاناش مونطي غادي نشارك معكم المقادير. كنحتاجو هنايا 250 غرام ديال الكريمه اللي كتكون سخونه، كنزيد عليها واحد ساشي ديال الفاني انا درتها هنا تسخن. وبالنسبه للشوكولاته عندي نص كيلو ديال الشوكولا غيش، يعني شوكولا من نوعيه جيده. من بعد ما كنسخن الكريمه كنضيفها على داك الشوكولاط اللي كنكون ذوبته شويه وكنبدا نخلط. هنا غتلاحظوا انني فاش ضفت الكريمه خلطت ولكني ما حصلتش على النتيجه اللي بغيت، يعني بقى لي الشوكولاط حبيبات هكا طريفات ما بغاوش يذوبوا. رديت هذا الخليط فوق حمام مريم وخليته حتى حصلت على هذه النتيجه، يعني مزيان. تقدروا تصفيوه الا بغيتوا كاع باش تاكدوا ان الشوكولاط كله ذاب. من بعد كنضيف عليه 950 غرام ديال الكريمه البارده اللي كما شفتوها داك القرعه ديال الكونفيتير الكبيره، معها كاس العنبه عامر وكاس اللارب. هذه هي الكميه. الا ما كانش عندكم الميزان الكريمه البارده غديروا كاس ونص، والكريمه الساخنه هذه هي الكميه اللي غتحضروا بها الكاناش ديالكم. كنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان. بالنسبه للمولي كيك والكريمه راني حضرتهم ليله قبل، يعني باتوا ليله عاد كنكمل التحضيرات ديالي، اولا تحضروهم في الصباح بكري حتى الليل عاد تمونطيو الكاطو ديالكم. هنا من بعد ما خلطت داك الكريمه البارده مع الخليط كنغلف بالبلاستيك اللي كنلامس به داك الخليط ديالي، يعني كنلمسو مزيان وكنزيد نغلف عليه من الاعلى وندخلو للثلاجه كما قلت لكم ليله كامله المينيموم واحد 6 ديال الساعات. هنا غنمروا باش نحضروا السيرو. هذا النهار اللي كنمونطي فيه الكيك. بالنسبه للسيرو فيه كاس ديال السكر مع 2 كيسان ديال الماء، ساشي ديال الفاني وواحد شويه ديال نكهه الناطه.
ديالها وغنخلطهم حتى يغلي السيرو على داك الدرجه. عاد كنطفي عليه النار. هنا عندي الكريمه اللي بقات ليا من داك 2 يطرو ديال الكريمه السائله اللي بقى، الكميه اللي بقات ليا من 2 يطرو هي هذه. كنطربها بطبيعه الحال، راه كتكون بارده في الثلاجه مزيان. كنطربها وقسمتها على 2. الكميه الاولى درت ليها هنا تقريبا واحد 3 المعالق ديال البخاليني. بالنسبه للبخاليني راه سبق لي وحضرته معكم، غنخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. وكنطرب حتى كنحصل على واحد الكريمه اللي كتكون عاقده. هادو كريمات الحشو، هادو اللي غندير في الداخل ديال الكيك. الكميه الثانيه ضفت ليها هنايا شوكولا الدهن. انا ضفت كميه اخرى لانه كنت باغا واحد اللون ديال الشوكولات، داكشي علاش ضفت واحد الكميه اخرى حتى حصلت على النتيجه اللي بغيت وطربتها. بالنسبه للمولي كيك التفاصيل كاملين راني دايره فيديو خاص بالمولي كيك، الا بغيتو تستافدوا راه غتلقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو. شوفوه في القناه غادي تلقاو جميع يعني المقادير مضبوطين، وحتى المده ديال الشرح كانت مطوله على هنايا. هذا الكاناش مونطين بعد ما بات ليا ليله في الثلاجه كناخذو وكنطربو حتى هو. غادي نطلعو، انا ما كفانيش في داك البول بدلته، درت اناء اللي كبر منه حتى تحصلوا على هذه النتيجه. عاد كتوقفوا وغادي غنمروا هنا باش نقطعوا الكيك ديالنا. ديما كنحيدوا داك العلو اللي الفوقاني. هذاك العلو راه حضرت به لي فيغين اللي شفتوا معايا اللي غتشوفوا معايا في البوفي. سبق لي وحضرت معكم لي فيغين يعني تحليه في الكؤوس بالكيك كتجي بنينه، هي اللي حضرنا وقدمناها في البوفي ديال لانيفرسير. هنا من بعد ما كنتهي كنبدا نقطع حتى المولي كيك راه بالتفصيل قلت، وحتى الطريقه باش تقطعوه بالتفصيل غتلقاو فيديو خاص بالمولي كيك عندي. هذا المولي كيك ديال مريم بركات الغنيه عن تعريف اللي كنوجه لها تحيه. هذا الكيك اللي ما كيخطانيش في الطرطات كاملين لانه ناجح وما كيفقصنيش نهائيا. هنا خديت العبر بالسنتيم باش يجيوني الطبقات قد وكنوضع الخيط في داك الجوانب وكنجر، يعني بلا ماتيريال ديال الباتيسري غتقطعوا الكاطو ديالكم بكل سهوله. شوفوا كي كيجي المولي كيك كله مجعب صافي. وغنكمل يعني انا غادي نحصل على 3 طبقات، غادي نوضعهم جانبا وغادي نمروا باش نحضروا الطبقه المقرمشه. انا هنا درت 200 غرام كل حاجه، نتوما غديروا غير 100 غرام لان داك الطبقه جاتني كثيره. اديروا 100 غرام ديال الفيوتين، 100 غرام ديال البخاليني كتخلطوهم مع بعضياتهم في الاول، عاد كتضيفوا لهم 100 غرام ديال الشوكولا. بالنسبه للفيوتين والبخاليني راه سبق لي وحضرتهم معكم، غنخلي لكم حتى هما الروابط ديالهم اسفل الفيديو، يعني كلشي تقدروا تحضروه في المنزل. صافي كنضيف داك الشوكولا السوداء اللي كتكون دايبه اللي ذوبتها في حمام مريم، وغنوضع الطبقه المقرمشه جانبا. وهنا غادي نكون ساليت من التحضيرات كاملين وغادي نبدا نمونطي الكاطو ديالي. كنوضع داك الكريمه د الحشو في لي بوش والكاناش مونطي حتى هو، تقدروا ديروهم غير في بلاستيكات. وهنا خديت المول اللي درت فيه الكيك في الاول وغنمونطي فيه، لا ما توفرش غتمونطي وعادي طبقه فوق طبقه. كناخذ داك السيرو كنسقي مزيان، سقيو الكيك ديالكم مزيان حتى تحسوا به راه هكا يعني ولا فازك. عاد كنبدا مع الجوانب كندير الكاناش مونطي الشوكولا البيضاء. كنضيف هنا واحد الكميه ديال الكروستيون ديال الطبقه المقرمشه. انا قلت لكم جات الكميه كثيره باش بغينا نقطعوا الكيك، كان داك الشوكولاط قصح يعني كانت واحد الصعوبه باش نقطعوه. ديروا غير 100 غرام من كل حاجه غتكون افضل. هنا كنعلي الطبقه ديالي وغنضيف الكريمه ديال الحشو. هنا في الطبقه الاولى درت الكريمه ديال البخالين صافي. هنا بالنسبه للبنات كانوا باغيين شي حاجه اللي تكون بنينه بزاف، زدت هنا واحد 2 علب ديال الكيتكات اللي فرتتهم وضفتهم فوق داك الكريمه، عطاو واحد المذاق ما نقول لكمش. راه خصكم تجربوا باش تعرفوني علاش كنهضر. الطبقه الثانيه بنفس الكيفيه كندهن السيرو هو الاول مزيان، وكندير الطبقه المقرمشه حتى هي فوق الكيك، وغادي نضيف الكريمه الثالثه. كنحاول انني نقاد داك الطبقه المقرمشه مزيان ونملسها. الا شفتوها جمده ديروها في حمام مريم، بالخصوص الا كان البرد ذوبوها شويه في حمام مريم عاد كملوا بها الخدمه. وهنا درت الكريمه ديال الحشو اللي بالمذاق ديال الشوكولا صافي. كنقاد كل شيء مع بعضياته وكنضيف كيت كات مقطع، وغادي نضيف هنايا الطبقه الاخيره حتى هي غادي ندهنها مزيان بالسيرو. السيرو بطبيعه الحال اللي كيكون بارد ما يكونش سخون صافي. وغادي نوضعها يعني كنسقي وغادي نغلفها ونديرها في المجمد واحد 10 ديال الدقائق. عاد كنقلبها في الكريطينه اللي غنقدم فيها الطرد.
يعني انا خدمتها بالمقلوب. هنا غادي نبدا نملس هاد الكيك ديالي. انا هنا بان ليا ان الكيك مازال شي شويه خصو السيرو، زدت سقيتو كتر. وغادي نبدا كنوضع الكاناش مونطي ديالي اللي حضرت معكم ديال الشوكولا البيضاء، وكنبدا نغلف الكيك بشويه بشويه، نحط شويه وندهن ونحط شويه وندهن. الا كان هاد الصحن دور مزيان، ما كانش غتبقاو تدوروها غير بيديكم. انا هنا راه مسرعه الفيديو باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف. صافي كنبدا كنقاد شويه وكندخلها للمجمد حتى ترتاح واحد شويه عاوتاني، وكتشد راس هذاك الكاناش كيشد راسو. عاد كنعاود عاوتاني نخرجها من المجمد ونبدا نشوف الفراغات فين كاينين. دابا هنا راني توقفت، ساليت صافي عمرتها شي شويه، غندخلها المجمد. هذه الطريقه ديال انكم تدخلوها المجمد درتها تقريبا واحد 3 ديال المرات، عطاتني النتيجه اللي بغيت. صافي هنا كنبدا نملس. الا شفتوا داك السكين راه غير سكين، تقدروا ديروا مسطره اولا سكين هكا وتخدموا به، يعني ماشي بالضروره يكون عندكم الماتيريال باش تحضروا هاد الطارطه. وكنبدا نملس غير كنقاد شويه، عاوتاني غادي نرجع ندخلها المجمد ترتاح، وكنخليهاش بزاف 3 حتى ل5 دقائق. يعني ما تخليوش الكاناش يجمد، غير كيبرد واحد شويه. كنقاد كيبان لي ان مازال الفراغات، غادي نبدا نقاد حتى نحصل على النتيجه اللي بغيت. يعني ما كيبقاوش نهائيا الفراغات، كلشي تعمر. داك الحواف ديال الطارطه ديالي اولا ديال الكيك راهم باينين مزيان، يعني جايه مقاده. صافي عاد غادي نتوقف على المقاده وانتوما واللي بغيتو. انا خاصني يكون كلشي مقاد داكشي علاش كنبقى نملس ونزيد وننقص حتى كنحصل على النتيجه المطلوبه. وهذه كانت اخر مرحله. هنا من بعد خديت داك البوش اللي كيدير الورود ودرت فيه داك الكريمه اللي بالمذاق ديال الشوكولا. صافي وكنبدا نشكل الورود. كنظن ان الفيديو راه موضح الطريقه مزيان ديال الورد. كندير شويه ونلف، ندير وندور، كتعطيني ورده. هذوك الفراغات عمرتهم حتى هما بالكريمه. وفي الاسفل درت بحال شكل حلزون، يعني كنطلع ونهبط هكا. هذا البوش اللي كيدير داك الوريضات يعني اللي خاص بالورود. هنا كتزين ضفت شويه ديال العقيق في اللون ديال البرونز، وهنايا في الاخير زينت بشويه ديال الورق ديال الذهب. هادشي كلشي اختياري، تقدروا في الاعلى ديروا غير الورد، يعني الورد الحقيقي غادي تجيبوه وتغرسوه في الطرطه ديالكم. كما تقدروا تزينوها بهذه الطريقه اللي عطيتكم انا للتزيين، هي فقط اقتراحات. المهم هو تعرفوا كديروا تمونطيو لا طاغط ديالكم وكيتجي مزيان. هذا هو الشكل النهائي. انا راه باتت في الثلاجه، حضرتها نهار وباتت. الشكل النهائي ديال هذاك العقيقات راه دابوا شي شويه. الا كنتم ما بغيتوهمش يذوبوا غديروهم حتى تبغيو تقدموا لا طاغط ديالكم هما وداك الوريقات ديال الذهب. هذا هو البوفي وهذا هو الشكل النهائي ديال الطارطو. بالنسبه للبوفي ديال لانيفرسير، داك الكريمات اللي بقاو ليا درتهم في لي فيغن. راه سبق لي وشاركت معكم واحد الفيديو ديال لي فيغن، غنخلي لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو. المملحات حتى هما مشاركاهم معكم. لي فيغن درت فيهم الكيك اللي كان عندي مع داك الكريمات. وبالنسبه للاير كيك هاد الطارطه سبق لي وحضرتها معكم. هنا انا درتها غير بجوج ديال الطبقات. غادي نشارك معكم تشوفوا الكيك كي كيجي من الداخل. كما قلت لكم انا درت الطبقه المقرمشه غليظه. شوفوا معايا قداش القطع كي كيجيو، يعني قد الطبقه ديال الكيك قد الطبقه ديال الكريمه. داك الكريمات بجوج بيهم جاو بنانين بزاف. انا ننصحكم انكم تجربوا هاد الطرطه هذه، تفرحوا وليداتكم وحتى نتوما تقتصدوا عليكم شي شويه هكذا. غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو اليوم. الا عجبكم الفيديو كما ديما ما تنساوش تضغطوا على زر اعجاب وتخليوا لي التعاليق ديالكم الزوينه. واللي كيزور القناه اول مره ديروا دويره في القناه، راه كاين بزاف الوصفات السهله والمميزه. الا عجبكم المحتوى ما تنساوش تضغطوا على زر ابوني، فعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. شكرا لكم بزاف على الدعم والتشجيع، ودمتم في رعاية الله وحفظه.